السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما اتكلم عن اي حاجة في الفيديو، اتمنى بس اي حد يشوف الفيديو يعمل اشتراك بس ويعمل لايك، يعني اكتر من كده مش محتاج حاجة بصراحة يعني. تمام؟ يا ريت بس اي حد يشوف الفيديو ده يعمل اشتراك. الحاجات دي هتفرق معايا كتير جدا والله. يعني انا هتكلم النهارده عن حاجة مهمة جدا، حاجة ممكن أي إنسان يتعرض لها مثلا بالليل متأخر أو هو نايم أو حصل مشكلة في البيت، اتنرفز، زعق، اتعصب، أي بيت ما يخرجش من المشاكل النهاردة. تمام. ف يعني في ناس ممكن تكون قاعدة في مكان ما فيش عربيات، الجو بيشتي، قاعدة مثلا في مكان بعيد جدا عن عن الأماكن الحيوية اللي فيها عيادة خاصة أو مستشفى أو كده. فأنا هتكلم النهاردة عن موضوع الضغط العالي. الضغط العالي ده أو الضغط المرتفع، اي انسان معرض ان يجيله ضغط عالي. نتيجة ايه؟ يعني ممكن إيه؟ نتيجة اكل اكلة فيها ملح كتير جدا. في ناس بتحب الملح جامد، بتحب الملح يعني كتير في الاكل. في ناس ما بتعرفش تاكل الاكل هو الملح بتاعه مظبوط، اذا كان خفيف او تقيل مثلا. تمام. حاجات كتير جدا، السمنة، الناس اللي هي مليانة، اللي بتاكل دهون كتير، اللي بتاكل زيوت، الحاجات كتير جدا. مع أي إنسان معرض للسمنة. تمام. في التوتر، في الزعل، في الانفعال بأشكاله، في الدوخة، الدوخة جامدة جدا. تمام. طب كل ده بيعمل مشاكل في الضغط العالي. طب أنا مثلا الضغط عالي في البيت وانا مش قادر اتحرك بره البيت، انا مش قادر، ما عنديش امكانيه ان انا اوصل للمكان اللي فيه حد ممكن ينقذني انا يعني. الناس اللي جنبي ممكن تعمل لي ايه؟ اول حاجه يعني اخد المريض ده بعيد عن اي حاجه بتخليه ينفعل او بتخليه يزعل او يتنرفز، اخده على مكان لوحده كده. تمام. تاني حاجه بخليه مريح على السرير، مريح على السرير ويشرب ميه كتير على قد ما يقدر. تمام. شرب الميه ده اهم حاجه في مريض الضغط العالي، شرب الميه. احنا مثلا لو الانسان بيحس اذا كان ضغطه عالي او واطي من الاعراض اللي بيحس بيها، من الموضوع اللي كان فيه، اذا كان موضوع مثلا اذا كان مبسوط، كان في فرح، كان في اي حاجه مبسوط فيها، في حد تاني اذا كان في معزه. تمام. اذا اتعرض لانفعال نفسي جامد جدا، الانسان مننا ربنا خلقه بطبيعته بيحس اذا كان ضغطه عالي او ضغطه واطي. يعني مثلا في واحد يجي لي مثلا العياده هنا يقول لي ايه، معلش ممكن تقيس الضغط، اصل انا حاسس ان أنا ضغط عالي، او حاسس ان أنا ضغط واطي مهبط، مش عارف ايه كلام من ده. الضغط العالي ده احنا قلنا هيشرب ميه كتير جدا ويبعد عن اي حاجه فيها نرفزه او مشاكل. تمام. تالت حاجه هينام على السرير، ينام يعني ينام نومه، ينام على السرير عادي خالص، او عايز يقعد نص قاعده مفيش اي مشاكل. قدر ان الضغط بتاع المريض ده مثلا 160 على 110، الضغط ده عالي. طب انا ممكن اعمل ايه؟ مثلا احنا قلنا هيشرب ميه، لو امكن لو قدر يشرب عصير ليمون بنعناع، ليمون بالنعناع، يشرب منه مثلا كل مثلا ساعة، بمعدل ساعة ساعة ونص، كل ساعتين مثلا يشرب كوباية كبيرة كده بمعدل 250 مللي جرام. تمام. الحاجه دي هتفرق معاك كتير جدا. ده الكلام ده لو انا مش قادر اتحرك بره بيتي، مش قادر اروح في اي مكان. تمام. كلام كويس. مش هفكركم برضو اي حد يشوف الفيديو يعمل اشتراك بس ويعمل لايك ويفعل الجرس على الكل، اتمنى منكم بالله عليكم. تمام. لو جينا بعد ساعتين شرب كوبايه ليمون بالنعناع من اللي كان معمول في البيت ده، وحد قاس له الضغط، او ما فيش جهاز ضغط، او ما فيش حد عارف يقيس الضغط، هو المريض نفسه هيحس ان هو ارتاح، هيحس ان هو ايه. بتساله انت عامل ايه دلوقتي؟ طب حاسس ان انت كويس عن قبل ساعه، ساعه ونص، ساعتين فاتوا؟ اه والله انا كويس الحمد لله رب العالمين. طيب، رقم واحد بالنسبه للضغط العالي ده، رقم واحد بيبقى الصداع الجامد. في واحد يقول لك انا مصدع جامد جدا، حد يقول لك انا حاسس ان انا عايز ارجع، حاسس بخنقه في صدري. تمام. باخد نفسي بصعوبه. طيب، الضغط العالي ده، معلش معذره، الضغط العالي يعني المريض يعني، لو المريض ده ما تلحقش او ما تعالجش صح، او ما لحقناهوش في البيت على قد امكانياتنا مثلا، الضغط العالي مشاكله كتير كتير جدا. اول حاجه جلطه، ممكن يجيله جلطه على الدماغ، ممكن يجيله مثلا جلطه في القلب،
ممكن يحصل له حاجه في الشرايين، والحاجات دي كلها طبعا يعني اي انسان معرض، ممكن معرض ليها. وممكن مثلا نشوف ناس كتير جدا كان ضغطها عالي جدا وحصل لها جلطه بعيد الشر وتوفت. بقول لك والله ده كان ضغطه عالي جدا وحصل له جلطه محدش لحقه وتوفى الانسان ده. بيحصل كتير وكلنا عارفين الكلام ده. يعني انا مش عايز اطول في الفيديو، مش عايز اغيب، بس اتمنى اكون يعني فدتكم يعني بمعلومه بسيطه كده. واتمنى اللي يشوف الفيديو يعمل لي بس لايك واعجاب ويفعل الجرس على الكل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.